قبل ما نبدا الفيديو تعالوا نجرب حته بالسبورت مود. العربيه 1200 سي سي، فانتوا مش متوقعين منها اي حاجه، ولا انا متوقع حاجه، ولا انتوا متوقعين مني حاجه. بس بصوا واسمعوا الصوت. جبنا 100. العربيه دي رقمها 9.2، لكن دي مش 9.2 خالص. اهلا بيكم في فيديو جديد النهارده مع الاوبل الموكا. طبعا اللون المميز جدا اللي معانا ده هو لون غريب كده، اخضر فسفوري وبيلمع شويه، وهو حلو جدا الحقيقه. النهارده معانا الاوبل الموكا الجي اس لاين، وبينزل منها فئتين وهنشرح كل حاجه. معانا الجي اس لاين ودي اعلى فئه، فيلا بينا نشوف الاوبل موكا الجي اس لاين اعلى فئه 2022 ونجرب العربيه ونشوف كل الفيتشرز والمواصفات بتاعتها. العربيه من قدام شكلها جديد جدا، لو خدتوا بالكم العربيه من اول ما شفتها تحس ان هي قلبة على عربيه كهرباء شويه. اللي يشوفها مبقاش عارف مثلا الموديل او كده، او اول مره يشوفها. بالحته اللي قدام دي، الحته دي دايما بتشوفها في عربيات كهرباء، البي ام دبليو الاي 3، في حاجات شبه الحته اللي قدام دي بتبقى عربيات كهرباء، بس هي دي حته بيسموها فايزر عاديه، عامله زي الفانوس كده. تحس ان هي الحته اللي قدام دي حته واحده كلها جايه مع الفانوس، من الفانوس ده للفانوس ده. وطبعا عندك الفوانيس اللي قدام كلها ال اي دي، فول ال اي دي، وعندك الداي لايت اللي موجود، هو منور طبعا بس مش عارف انتوا شايفينه ولا لا، شكله حلو جدا. وعندك كمان الشبكه اللي قدام، وعندك من قدام كمان الفتحات اللي في الجنب دي فتحات حقيقيه. وعندك طبعا الشبكه اللي هنا دي مع الفوج لايت، مع في حته بيانو بلاك كده قدام اللي هي زي سكيرت او العتب اللي قدام زي ما بتسموه، شكلها حلو جدا. وطبعا في لاينز بقى في العربيه كتير جدا، هتلاقي لاينز من قدام، لاينز من جنب كتير، هوريها لكم دلوقتي. طبعا هي العربيه برضو بتتحط في كاتيجوري او زي ما نقول فئه السب كومباكت كروس اوفر، عربيات اللي هي واخده تحس ان هي صغيره كتكوته كده في نفسها، بس في نفس الوقت هي قلب على اس يو في شويه. العربيه من الجنب زي ما انتم شايفين الجنود بتاعتها 18 انش، هي فيها احمر واسود وسيلفر، هي 3 تون. فدي طبعا بتنزل في الفئه الثانيه بس الجي اس لاين، اما في الفئه الاولى بتنزل ب 2 تون بس، وبتنزل 17 مش 18. وعندك طبعا الحته بقى اللي حلوه قوي في العربيه دي، ان هنا عندك العربيه دي الاوبل موكا بتنزل السقف كله اسود بيانو بلاك. اوكي، في اللاين ده اللي هو من اول هنا لحد كل ده لحد الاخر هنا، ده بينزل لونه احمر في كل العربيات، الا عربيات معينه، يعني الوان معينه مش بينفع مع الاحمر عشان الدنيا هتلغوص قوي مننا. بس شكلها حلو جدا. طبعا ده بيانو بلاك مع المرايات، وفي طبعا الاشارات اللي في المرايات بيانو بلاك. وزي ما انا بقول لكم بصوا الحته بقى اللي هي يعني انتوا مش شايفينها عشان في زي سبويلر كده ورا، بس هي العربيه يعني تحسها هي مقفوله تقريبا، بس هنفتحها دلوقتي. فتحت. فالعربيه يعني تحس ان هي نازله كده زي العربيات الفور دور كوبيه، او الحاجات اللي انتوا عارفينها اللي هي البي ام دبليو الاكس 6 والستايل ده. العربيه من ورا زي ما انتوا شايفين كده، احلى حاجه فيها من ورا هي البروفايل بتاعها. يعني انا اخرج عشان تشوفوا البروفايل، شكلها حلو جدا. احلى حاجه فيها هي الفوانيس، اكتر حاجه مميزاها. طبعا الفوانيس كلها فول ال اي دي، وبيسموها حاجه اسمها سليم ال اي دي، اللي هي رفيعه كده، وهي اصلا الفوانيس نفسها رفيعه. شكلها حلو بصراحه، تحس العربيه صغيره كده لذيذه، يعني سب كومباكت بالاسم. وطبعا علامه الاوبل والموكا مكتوبين بالاسود. وعندك السبويلر اللي مكمل مع السقف في لاينز برضو، بس انا يعني مش عارف اوريها لكم ازاي، بس هي فيها لاينز سودا حلوه جدا. وعندك طبعا فتحتين الشكمان شكلهم حلو. وعندك العاكس اللي هو بيبقى شبه العربيات الفورمولا ده، عارف انت الحاجات الصايعه دي اللي بتركب في تعديلات الجولفات، هو بقى موجود هنا. وعندك طبعا هنا في حتت فبر، وطبعا تحت في حته زي الديفيوزر كده، شكلها حلو جدا بيانو بلاك. انا بحب قوي العربيات او الشركات اللي بتهتم بحاجات الديفيوزر، الحاجات اللي بتدي لمسات جماليه كده وهي مش بتكلفك حاجه، يعني بتبقى شكلها حلو قوي. وعندك طبعا العربيه نفسها بتفتح من هنا، مش من الشنطه، لا هو من حته تحت الشنطه. الشنطه طبعا مش اكبر حاجه، هي 350 لتر، بس هي زي ما انا بقول لك كده هي عربيه لذيذه، هي عربيه مش كبيره، مش عربيه عائليه او كده، ممكن استخدام شخصي اكتر. كمان الحته اللي هنا دي ممكن بتتشال وتتحط عشان لو انت عايز تحط حاجه في الشنطه كبيره شويه. طب ما تزمر احسن، ما هنعمل دخله بقى ولا ايه؟ حنه زفه.
بيزمر ليه في باركنج فاضيه. وعندك برضو الحته اللي فوق دي ممكن تتشال وتتحط عشان لو انت عايز تحط حاجه. كل ده شكل بس، يعني الشنطه مش كهرباء، بتتقفل عادي. تعالوا بقى نشوف الحاجات اللي من جوه، عشان برضو العربيه فيها من جوه حاجات حلوه جدا، فيلا بينا نشوف العربيه من جوه. طبعا الانتيريور بتاع الاوبل الموكا حلو جدا، حلو جدا من ناحيه ايه؟ ان هو العربيه زي ما انا قلت لكم ان هي مش كبيره قوي، عربيه لذيذه كده صغيره شبه الكورسا بس على اكبر شويه. فالعربيه تحس ان كل حاجه جنبك، العربيه قريبه منك كده. الشاشه برضو الانفوتينمنت سيستم اللي في النص نفسه معوج ناحيتك زي العربيات الكتير قوي اللي هم بيخلي كل حاجه ناحيه السواق اكتر. خلينا نبدا بالديزاين. الشاشتين اللي قدامك تحسهم شاشه طيارات قوي، عارف اللي هي الستايل اللي هو شاشه كبيره قوي ومقسومه اتنين وهما الاتنين باصين لك، والاتنين طبعا ديجيتال. الشاشتين دول واحده فيهم 12 انش والتانية 10 انش، اللي هي اللي قدامك اللي انت ممكن تتحكم فيها في استهلاك البنزين، السرعه، كل الحاجات اللي ممكن تتحكم فيها ريليتد للسواقه والعربيه نفسها، ده طبعا في اللي قدامك. اما بقى الحاجات التانية الراديو، الدرايف مود، اللي مش عارف ايه، الحاجات دي كلها من الانفوتينمنت سيستم سكرين اللي على اليمين. وطبعا في العربيه انت عندك كذا درايف مود ممكن تتحكم منهم، اللي هو السبورت وكده كذا حاجه. فدي حاجه لذيذه برضه. واللي انا مستغربه وهنتكلم عليه دلوقتي ان العربيه فيها باور. دي حاجه غريبه يعني، ما كنتش متوقع. قلت العربيه 1200 سي سي. طبعا العربيه دي 3 سلندر 1200 سي سي، بتطلع 1200 سي سي تربو، عشان مهم قوي التربو ده. بيطلع 130 حصان و230 نيوتن متر تورك. بس العربيه لذيذه، ده اللي انا ما كنتش متوقعه بقى. مش لذيذه يعني اللي هي بتجري بس، مش يعني لذيذه من ناحيه ان هي مش بطه، فاهم قصدي؟ اللي هي العربيه فيها باور اللي يمشيك وانت مش مخنوق، وفي نفس الوقت برضو العربيه اصلا يعني على قدها، فاهم قصدي؟ اللي هو يعني 1200 سي سي 3 سلندر، ما تتوقعش منها باور خارق يعني. وطبعا برضو من الحاجه اللي بتكمل قوي الحته بتاعت الدرايف اكسبيرينس او تجربه القياده بتاعت العربيه دي، هو الفتيس اللي في العربيه دي الايسن ال8 نقلات. وطبعا الحته بتاعت اللي هي الشيفت باي واير، اللي هو الفتيس الصغير قوي ده، طبعا حلوه جدا كديزاين وككل حاجه. والعربيه نفسها الديزاين بتاع الحته اللي في النص، الكابن اللي في النص دي حلوه جدا، فيها درايف مودز ممكن تتحكم منها، فيها الفرامل الكهرباء وفيها الفتيس، فتحس ان هي فاضيه كده وفي نفس الوقت لذيذه. هو لمم لك الدنيا كلها في كام حاجه يعني. الفتيس سلس وسريع ومدي حلاوه للعربيه، مخليها سلسه قوي قوي، ان النقلات انت مش حاسس بيها اصلا. وعايز اقول لكم حاجه، ان يعني لما جيت اركب العربيه لسه العربيه كانت شغاله ويعني دايره، وانا مش واخد بالي ان هي دايره من كتر ما صوت الموتور واطي والله بجد. ورحت قافل العربيه وشغلتها من الاول، اللي هو تحس ان عربيه قلب على كهرباء شويه، كرفه على كهرباء، زي الحته اللي قدام اللي هي كرفه على العربيه البي ام دبليو الاي 3 برضه الكهرباء. فيها حاجات حلوه. وبرضه الماتيريالز اللي هنا، يعني هي العربيه فيها ماتيريالز بلاستيك ورا اكتر بكتير من الجلد. ما مفيش جلد ورا، بس قدام يعني عندك حاجات سوفت تاتش، عندك شويه جلد في البيبان، عندك اللي هو شبيه الكربون فايبر، فالدنيا لذيذه. وعندك برضو الحته اللي في التابلو دي شكلها لذيذ كده، فيها حته سيلفر على كربون فايبر على بيانو بلاك. الحته اللي في النص دي كلها شكلها حلو جدا، عجباني جدا. عندك طبعا العربيه دي بقى فيها اوبشنز وفيتشرز كتيره جدا، زي ايه؟ طبعا وسائل الامان مبدئيا فيها كل حاجه، 8 اير باج، عندك اي بي اس، اي بي دي، تراكشن كنترول، اي اس بي، ايه تاني؟ عندك لين اسيست اللي هو بيساعدك ان انت ما تخرجش من الحاره. وعندك حاجه بحبها قوي ومهمه قوي، ومؤخرا اكتشفت ان هي حاجه ممكن تكون من اهم الحاجات اللي في العربيات بجد والله. ببقى على اي طريق ومش عارف السرعه كام، ومش عارف اصلا يعني هو انت ايه، انت ماشي ايه ولا بتعمل ايه. فالعربيه دي فيها اللي هي زي ما بيقولوا الترافيك ريكوجنيشن او الساين ريكوجنيشن، اللي هو بيقرا اللوحه اللي على الطريق، مثلا السرعه هنا 40 بس هو كاتبها 60، لا والله اتصلحت بقت 40. فالعربيه حلوه جدا، ولما بتعدي ال 40 بيديك اللي هو بيقعد ينور لك احمر كده، بيقول لك لو ان انت معدي السرعه.
دي حاجه انا فعلا ما كنتش مقدر حلاوتها غير لما الرادارات اتحطت. يعني لما الرادارات اتحطت عرفت بقى اللي هو ان انت لازم تجيب عربيه فيها ترافيك ريكوجنيشن. طيب تعالوا بقى نشوف حاجه زي ما انا قلت لكم من شويه ان العربيه دي فيها درايف مودز. فلو جبنا على السبورت دلوقتي احنا على 40 92. طبعا احنا في حته صغيره فمش هنعرف نتشاق. بس صوتها مش عارف بصراحه ده صوت العربيه صوت الموتور ولا ده صوت جاي من السماعات. في عربيات كتير بتعمل كده. صوتها حلو جدا عامه يعني ايا كان بقى. وانا مش متوقع بصراحه ان يطلع صوت من 1200 بس هي صوتها حلو جدا. بص يعني ده برضو حته كده لذيذه. مش عارف تسمعينه ولا لا. لا 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 حلو. I am impressed والله حلو. بما اننا بنقول احساس العربيه الرياضيه، العربيه دي السسبنشن بتاعها هو غريب. هو العربيه مش يعني في الملفات وكده وانت بتجري بيها مش طريه، بس في نفس الوقت هي مريحه. فهو انا مش لحد دلوقتي ما جمعتش هي طريه وعفشه ولا عفشه رياضيه ولا هي ايه حكايتها بالظبط. بس هي لذيذه ده اللي عجبني فيها. ومع الحته بتاعه الانفوتينمنت سيستم والحته دي العربيه بتيجي بابل كار بلاي واندرويد اوتو وفيها وايرلس تشارجر. طبعا التكييف اوتوماتيك بس هو وان زون. دي الحاجه اللي رخمه فيها شويه. طبعا العربيه بصراحه العربيه حلوه كاوفر اول، بس يعني عارف كان فيها ناقصها كام حاجه كده كان هيخلي العربيه حلوين قوي اللي هي ما فيهاش عيب زي ما بيقولوا حرفيا. زي ايه؟ مثلا التكييف لو كان 2 زون او 3 زون دي كانت حاجه حلوه. العربيه كانت محتاجه فتحه سقف، دي برضو كانت هتبقى حاجه حلوه جدا في العربيه. وبرضو العربيه من بره فيها فايبر كتير من ناحيه ايه، هي مش حاجه وحشه بس انت كنت ممكن مثلا زي السايد سكيرت او العتب اللي في الجنب ده لو كان بيانو بلاك كان هيبقى شكله احلى بكتير جدا، بالذات ان انت عندك من ورا الديفيوزر اصلا في بيانو بلاك، ومن قدام عندك السكيرتس اللي قدام او العتب اللي قدام الشفه اللي قدام دي بيانو بلاك. فانت لو كنت كملت بقى العربيه كلها كان هيبقى شكلها خطير. طبعا غير كده ان انت عندك العربيه نفسها الانفوتينمنت سيستم نفسه بتاعه سريع لذيذ ريسبونسيف، يعني اللي هو ان انت مش متضايق من حاجه، فاهم قصدي؟ وممكن تتحكم في حاجات كتير قوي من هنا. وبرده العربيه من هنا فيها المالتي فانكشن ان انت ممكن تتحكم فيها، والبادل شيفتس زي ما قلنا. واللي بحب قوي في العربيه دي طبعا الطاره نفسها او الدركسيون نفسه اللي هي الدي شيب ممسوحه من تحت شويه. وفي نفس الوقت بحب العربيات اللي فعلا الدركسيون بتاعها صغير. يعني انا عندي الدركسيون بتاع العربيه قد كده، تحس ان انت ماسك رجل فيل وانت قاعد سايق. فيعني عربيه صغيره لذيذه حلوه كده، بلاش الحاجات اللي بتعملوها الغريبه دي. وبرده الديزاين بتاع العربيه ان انت وانت قاعد جوه انت شايف اللاين اللي في النص اللي قدام اللي هو طالع لك زي الخازوق ده، بس هو يعني لذيذ شكله حلو من بره لو انت شفته من بره. والمرايات نفسها تحس ان هي شبه ودن الارنب، يعني المرايات اللي هي المرايات طبيعي بتبقى طالعه كده يمين، لكن دي تحس ان هي طالعه ونايمه شويه بتريح. بس هي ديزاين من جوه انا لما دخلت عجبني بصراحه. وطبعا عندك التحكم في البيبان وكل حاجه، والانتيريور الحته الكابن اللي في النص دي ما فيهاش حاجات تزحم الدنيا. طبعا اهمها ان هي ما فيهاش الفتيس. عندك كمان الباركينج سنسورز والكاميرا اللي ورا. كل دي حاجات وفيتشرز واوبشنز حلوه جدا. عربيه مش هقولك ان هي بتديك احسن فيتشرز ولا احسن اوبشنز، بس انا بصراحه كواحد بشتري العربيه دي انا مش محتاج اكتر من كده. انا مبسوط جدا وساتسفايد بالعربيه وكل الاوبشنز اللي فيها. طبعا لو انت جيت بقى دلوقتي تتكلم على اسعار انا ماليش دعوه بالحته دي، انا بقى جاي بجرب عربيه وماشي. انت بقى هتقارن اسعار انا ماليش دعوه. العربيه دي بكام؟ ب 860 اول فئه و900,000 الجي اس لاين اللي احنا راكبينها في يومنا هذا. 900,000 جنيه لوبل موكا.
ده اوفيشال برايس لو انت رحت حجزت من التوكيل واستلمت بعد 6 شهور ان شاء الله، لو العربيه موجوده وسعرها مغليش، او هي مش موجوده اصلا وقال لك الحجز اتلغى، حضرتك روح شوف حاجه تعملها بفلوسك. وتابع برضو الحته اللي كنا بنقول على ان الدريكسيون صغير ولذيذ والاكسبيرينس بتاعته حلوه، هو كمان بيتسخن. فاحنا في ايامنا المتلجه زي الايام اللي احنا فيها دي، لو انت نازل بالليل ممكن تسخن الطاره من هنا، فلذيذه. ملخص العربيه دي عربيه شبابيه بحته، او لو واحده بنت بتدور على عربيه كيوت ولذيذه كده، فالعربيه دي برضو هتعمل نفس الحاجه. العربيه دي ممكن تنفع لعيله صغيره، واحد واحده بس يعني، او لو عندك طفل صغير. القعده ورا انا جربتها، القعده ورا بصراحه لما تدخل جوه العربيه القعده لذيذه وواسعه، والكراسي نفسها الديزاين بتاعتها اللي هي مسحوبه لقدام شويه، فهي شكلها ومساحتها كبيره. بس الفكره نفسها ان زي ما انا قلت لكم العربيه واخده ديزاين الفور دور كوبيه، فالعربيه السقف بتاعها نازل، فوانت داخل الحته اللي بتدخل منها راسك ضيقه شويه. بلس كمان ان هم عاملين الحته اللي في الجنب دي العربيه الديزاين بتاعها مسحوب لتحت شويه، او اللي هي بارزه كده لبره شويه، فمش عارف اشرحها لكم ازاي. بس هي الدخله بتاعتها نفسها هي اللي صعبه، بعد ما تدخل ربنا هيفتحها عليك ان شاء الله وهتلاقي الدنيا واسعه. عربيه استهلاكها مش عالي، استهلاكها للبنزين لو انت مش بتعمل الهبل اللي انا بعمله ده، هتلاقي ان انت بتستهلك عادي في حدود الستة لو انت ماشي على طرق سريعه، 7 لو انت جوه المدينه. ولو بتتغاشم جرب وقول لي يعني، عشان لسه ما جربتش، انا جربت كده على خفيف. درايفنج اكسبيرينس حلوه جدا، عربيه بالانسد قوي من ناحيه السسبنشن والعفشه بتاعتها، بالانسد قوي برضو من ناحيه الرياضيه. البوست بتاعها مش بيطلع من الصفر، بس البوست بتاعها اول ما تعدي 20-30 كيلومتر في الساعه بتلاقي العربيه فايقه اكتر وسريعه اكتر شويه. ففعلا انا انبسطت جدا بالعربيه دي النهارده. الناس كلها بتبص على العربيه وانت ماشي، بالذات اللون اللي احنا بنجربه ده النهارده. بس فهو ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى تكونوا انبسطتوا بالفيديو وانبسطتوا بالعربيه، عشان العربيه فعلا ممتعه وانبسطت بيها. اشوفكم في فيديو جديد، وفيديو ان شاء الله يكون حلو زي العربيه دي. فلو عندكم اي عربيات عايزين نجربها، او لو عندكم عربيات ممكن نجربها برضو، اكتبوا لي في الكومنتس، وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، واشوفكم في فيديو جديد قريب ان شاء الله.